هل انت وصلت للتشكيله المثاليه بتاعتك ولا لا؟ الان هو في تصور كومان في دماغه، هو عنده 90 95% هو عارف ال 11 بتوعه. فدي نقطه ايجابيه. هل هو عالج سلبياته وخاصه من النواحي الدفاعيه في هذه المباراه؟ معظم الوقت، بس مش اللي احنا متصورينه. بخط دفاع فيه فان دايك وفان ديفين وفان هيكي ودومفريس، وسط ملعب فيه دي يونج وريندرز وجافرنبرغ. لازم التوازن بتاع الفريق او الشكل الدفاعي بتاع الفريق يبقى احسن من كده. انما من مباراه لمباراه الفريق هيتطور. وخلي بالك لازم في المباراه الثالثه يختار المسار، لانه في الوقت الحالي او في الشكل الحالي هو لا يلاعب المغرب لا يلاعب البرازيل. القرعه بتقول له ان انت في الدور الجاي هتلاعب المغرب وهتلاعب البرازيل. لو بالشكل اللي انت ظهرت بيه اول ماتشين هتخرج. كلها صعبه كابتن. لا، خاصه من الفرقتين دول، المغرب والبرازيل. مين اخف له؟ لا، الاثنين زي بعض. الاثنين هيتعبوه. لا نخشى احدا. طب تعالوا بقى، انا عايزكم قدام المغرب. كنت دائما افكر بطريقه مختلفه. اقول دائما انك اذا لعبت امام البرازيل او الفريق القوي فانت تقصيهم وتكون امورك اسهل امامك في الطريق الى اللقب. انت إنهم يظنون وهم أيضا يفكرون في نفس الشيء. البرازيل يفكر بنفس الشيء أيضا. من طبيعة الحال أنت تريد أن تقصي أفضل الخصوم لكي تكون سبيلك سهل تجاه اللقب. فإذا فزت على البرازيل ستحصل على دفعة معنوية أكثر والجميع يخشاك، وهذا ميزة لك وتكون الأجواء إيجابية، وهذا ما تحاول تخلقه كطاقة إيجابية. وأعتقد أن المباراة القادمة الآن الجميع يخشى هولندا لأنهم رأوا اليوم كيف أن هولندا تلعب كرة قدم خطيرة في الهجوم، وهذا شيء اكتسبوه اليوم وأثبتوه. أنت أوكي. محمد أبو تريكة كان يتحدث وأنت تقول لا، ولن أنت تتحدث محمد أبو تريكة يقول لا، لكن أنت تقول بأنه لا نخشى أحد، صح؟ نعم، لأننا نقول عليك أن تفكر بطريقة مختلفة تماما. عليك أن تفكر في نفسك. إذا تغلبت على الفريق القوي وأقصيته فهذا كما نحن في 88 كنا لعبنا ضد إنجلترا وأقصينا إنجلترا، وبالتالي تواسيه ألمانيا وأقصينا ألمانيا. يعني أنت هذه هي طريقة التفكير الصحيحة. على المستوى اللي ظهر به هولندا في أول ماتشين. مش بقول بقى هيلاعب مين. لو فضل بنفس المستوى هيخسر من المغرب وهيخسر من البرازيل. أي مستوى؟ الأول المباراة الأولى ولا الثانية؟ المباراتين الاثنين. طيب ماشي، هذا صحيح. دي النقطة. هذا صحيح. دي النقطة. النقطة الثانية، المغرب مختلف عن تونس. عمر قال لعبوا الجزائر ولعبوا تونس وهيلعبوا تونس. المغرب مختلف عن الجزائر ومختلف عن تونس. صحيح. لا، احنا شفنا أول ماتشين، شفنا ماتش البرازيل وشفنا ماتش اسكتلندا. فالامور مختلفه. فهو بيبقى المباراه الثالثه بتختار مسارك، لانه لو اول مجموعه هيلاعب ثاني المجموعه اللي فيها المغرب وفيها البرازيل، لا يلاعب المغرب لا يلاعب البرازيل. بهذا الشكل وهذا الاداء وهذه السلبيه الموجوده في بعض الاخطاء الدفاعيه هيخرج. فليأتوا نحن في انتظارهم. رد. إذا كنت تريد نصيحة خذ البرازيل. نصيحة. لا إنه على حق. إذا أعطيت فرصا كالتي منحناها للسويدين إذا منحناها للمغرب أو البرازيل فسنعاني كثيرا، وبالتالي علينا أن نكون أكثر قوة وصلابة لما نتقدم إلى الأمام. لما تخسر الكرة إلى الأمام عليك أن ترجع لتغطي كوسط ميدان.